بصوا، عايزكم تسمعوني لحد الاخر لاني عايز ابين عقلية المشجع الاهلاوي والمشجع الزملكاوي، ودول بيظهروا في ماتشين اللي هم كانوا النهارده. يعني ماتش الاهلي وسيراميكا، انا كان قاعد جنبي واحد صاحبي زملكاوي كان نفسه الاهلي يخسر وسيراميكا تكسب. عكسي، انا كان نفسي الاهلي يكسب ورحت اشجع معاه ماتش بيراميدز عشان الزمالك يكسب، عشان اقابل الزمالك، عشان الطبيعي ده المنافس التقليدي وده غريمي وده اللي بياخد على وشه مني على طول، فملهاش تفسير تاني. ايه اللي خلى بقى فكرة ان في فرق كبير جدا ما بين عقلية الراجل الاهلاوي والمشجع الاهلاوي والمشجع الزملكاوي؟ انا عايز اكسب عشان اروح اوري له قيمته. هو خايف ينافسني، هو خايف يقابلني، عشان عارف انا في اسوأ حالاتي هطلع اديله على وشه، همسك وشه واعمله جزامة، هسففه النجيلة. هو لا انا عايز الاهلي يخسر والسيراميكا تكسب عشان اكسب سيراميكا مستريح. ده الفرق ما بين عقليه الاهلاوي وعقليه الزملكاوي. من الاخر، انا بقول لك اللي فيها. النهارده اتضح لي وجهه النظر انا ما كنتش فاهمها بقالي كتير، بس فهمتها النهارده وانا قاعد جنب واحد صاحبي زملكاوي اتفرجنا على الماتشين مع بعض.